حركة مش شريفة، ما اتعملتش بشرف. القضية في الشغل اللي ما كانش مباشر، في الشغل اللي ما كانش واضح، في الطرق الملتوية اللي ضايقنا انها ما اتلعبتش فير، ما كانش لعب نضيف. هتقول لي وفيها ايه؟ لا ما فيهاش حاجه خالص. هو بس هم ايه؟ كانوا مكتمين بقى. واضح انه النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي ميكيافيلي اللي تغلبه العبه. اعمل اللي انت عايزه، المهم المصلحه. اوعى تاني حد يقول لي ده نادي المبادئ. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انا ملاحظ انه موضوع انتقال رمضان صبحي من الاهلي لبيراميدز عامل مقاسي. الفكر بتاعنا بتاع تقبل موضوع الاحتراف. يعني هو الاهلي اللعيبه اللي بتجيله ازاي؟ ما هم كانوا في نادي. يعني ما هو لو الموضوع مش بيلف كده، الاهلي نفسه ما كانش جاله مثلا الشحات، ما كانش جاله جمعه، ما كانش جاله لعيبه كتيره جدا. هل دول مثلا من ابناء النادي؟ هل دول مثلا طالعين من اشبال النادي؟ هو الاحتراف كده، انه بيبقى فيه لعيب، بيبقى فيه سوق. الناس ابتدى بقى يقولوا له ايه؟ وانت مش ابن النادي، وانت خنت. مفيش خيانه ولا في اي حاجه. الكوره ما بقاش فيها الشغل بتاع زمان، اللي هو كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر وكابتن محمود الخطيب وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن زيزو وكابتن شوقي وابناء. ما بقاش في حكايه ابناء النادي دي، في ابناء المهنه. ده راجل بيلعب كوره وعنده موهبه بس، ولا هو يعني اللي يمشي من الاهلي يبقى وحش، ولا اللي يجي الاهلي حلو؟ زيه زي الزمالك، زي اي حد راح بيراميدز. الراجل اختياره كده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.